يا عزيزي كله كويس. عارفك مستنيني اجي اقول لك ايه هي صفقه البلس 90 بتاعه النادي الاهلي. النهارده 12/9 يعني اخر ميعاد لقفل القيد الافريقي. النهارده لازم تبعت القائمه بتاعتك اللي هتشارك في السوبر الافريقي 20 لاعب. طيب ماشي، هنبعتها امتى؟ هنبعتها النهارده بعد لما نسجل الصفقه اللي جاي اقول لك عليها. اكيد بنسبه 99% تمت صفقه الاهلي بلس 90. مش محمد علي بن رمضان، عشان الناس كلها كانت مفكره ان الصفقه محمد علي بن رمضان. لحد الان مفيش اي تقارير جديده ومفيش اي اخبار جديده بتدل ان محمد علي بن رمضان ممكن يكون موجود هو صفقه الاهلي بلس 90 او الصفقه المنتظره زي ما بعض الناس مسميها. امال ايه هي صفقه الاهلي بلس 90؟ زي ما منتشر على السوشيال ميديا ان اللاعب المهاجم وصل النادي الاهلي، او خلاص شبه تم الاتفاق على كل حاجه وهيتم الاعلان عن الصفقه النهارده. مين هو بقى عزيزي المهاجم اللي جاي النادي الاهلي؟ هو مهاجم بيلعب في مازيمبي الكونغولي، مهاجم مالي الجنسيه، بيلعب في منتخب مالي، يعني مهاجم دولي، عنده 21 سنه، بيلعب برجله اليمين. لعب الموسم اللي فات، الموسم اللي عدى ده، لعب 36 ماتش. ساهم في كام هدف يا عزيزي؟ قول رقم. ما انتش عارف؟ 33 هدف، جاب 25 جون وصنع 8 اسيستات. يعني بالنسبه معدل تهديفي او معدل مساهمه تهديفيه رهيب جدا. يعني مجلي 3 في فاهم يعني ايه؟ مش عارف اقول لك نسبه، لا نسبه كبيره، نسبه اهداف كبيره جدا بالنسبه للمهاجم، بالنسبه لسنه. بيلعب برجله اليمين شويط، بيلعب بدماغه. بص، كل اللي انت عايزه هتلاقيه فيه. وبالمناسبه اللاعب عمل فولو لصفحه النادي الاهلي، مش هتبقى زي اشرف داري ما تقلقش. فالموضوع خلاص تقريبا هي صفقه المهاجم هي تقريبا الصفقه المنتظره اللي النادي الاهلي مستنيها. ويا مسهل الحال يا رب ويتم الاعلان عنها النهارده. وبالمناسبه ما نسيت اقول لك ان اللاعب ده ما لعبش مع مازيمبي الادوار التمهيديه بتاعه دوري الابطال السنه دي، يعني دور ال 64 ما لعبش مع مازيمبي. يعني متاح معاك يلعب معاك كل اللي انت عايزه. استنى النهارده بالليل فيديو مفصل عن اللاعب. السلام عليكم.